متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وكنتمنى يلقاكم وانتم في أحسن الأحوال. الفيديو اليوم غادي نشارك معكم واحد السلطة كتجي غزالة غزالة ومقرمشة، مذاق رائع. بقاو مع الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا المقادير والطريقة، وما تنسوش إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد كننزلو، وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نستعمل، عندي ربع ديال الكرومبياط وربع بنفسجي وواحد الجزرة منقية وجوج معالق كبار ياغورت طبيعي ومعلقة كبيرة مايونيز، معلقة كبيرة زيت الزيتون، معلقة كبيرة كذلك من الخل الأبيض، ونصف معلقة سكر وملح على حسب الذوق. وعندي كمية من القرقع عين الجمل، اختياري اللي بغى يعملو، اللي توفر له شي فيمكن له يستغنى عليه، غير هو كيتواتى مع هذه الوصفة. والطريقة غادي نقطع هذاك الكروم ديالي، غادي نطحنو في الطحانة، واللي بغى يستعمل السكين حتى ديك الطريقة يعني التقطع كتجي تقطيعة طويلة مزيونة رقيقة. انا اختصارا للوقت غادي نستعمل الآلة عفوا، وغادي نطحنو دغيا وانتهى النار. انتما شفتوا كيفاش كطحن. غادي نعمل نفس الشيء نلقلهم بالبنفسجي، وغادي نحيد له هذاك الابيض ديالو، القاع ديالو. طحنت كل لون بوحديتو باش البنفسجي ما يغلبليش على الابيض، اذا تطحن مع الابيض البنفسجي غادي يغلب عليه، فلهذا طحنت كل واحد بوحديتو احسن. دابا غادي نحك هذيك الجزره في الحكاكه الغليظه، بعد طبعا ما نقيتها وغسلتها. عملوها في هاد الغليطه هذه باش كيجي شرائح طوالين. وها هي كيفاش كتجي ملي كتسحك. هيدا كنت كنعدل حتى الكروم، غير اختصارا للوقت طحنته في هذيك الماكينه. دابا غادي نضيفو على هذوك الكروم ولا لي شو ولا الملفوف، يعني كل واحد وشنو كيسميه. دابا غادي نوجد لاصوص. كما قلت لكم المقادير اللي فيها هي الزيت والخل والسكر والملح، غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وعاد غادي نضيف لهم الياغورت الطبيعي والمايونيز. وكنت نسيت ما ذكرتكمش في المقادير واحد شويه ديال الفلفل الاسود، غير شويه. غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف عصير الحامض، ونكب هذاك الخليط على الكروم ديالي ونخلط، يعني الطريقه واضحه. غادي نقطم السلطه ديالي في هاد الكؤوس كما كتشوفوا. هاد الكؤوس كيجي فيهم التقديم راقي جدا، والالوان الصراحه الوان غزاله بزاف. كنعتذر بزاف على هذا التصوير، يعني اضاءه شويه خافته وما كيبانوش الالوان كما في الواقع.
كما سبق لي وقلت لكم انا راه التليفون ديالي خسر لي، ما بقيتش كنقدر نصور به لان مضبب مره كان طاح لي وتخسرت له الكاميرا. دابا كنصور غير بالطابليت دولدي، واخا العذاب وتماره باش تمونطي من هنا وترجع للتليفون اللي فيه القناه، يعني بزاف التماره، ولكن ماشي مشكله. نبارطاجيو معكم اللي قدرنا عليه، مره كنغيبوا مره نشاركوا، وها حنايا ماشيين. امل من الله شي نهار هيدا نعس ونفيق ونجبر القناه كبرت العائله ديالي رجعت كبيره بزاف ان شاء الله، لما لا. غير صدقوني هاد السلطه هادي ما غتجربوها غادي تعجبكم بزاف، كتجي مقرمشه ولذيذه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. كما كتعرفوا يعني الكرنب اغلبيه ما كيستعملوهاش في الوصفات، يعني اذا تعمل في الكسكسو ولا زعلوك، يعني قليل اللي كيعملوا هيدا سلطه، قليل بزاف. كاينه واحد السلطه امريكيه بحال هيدا تقريبا، ولكن ما فيهاش هاد لي شو بنفسجي، فيها غير الجزر والكرنب الابيض، وهي فيها الكريمه المايونيز زايد، فيها السكر، يعني بطريقه اخرى. انا عملت لكم الطريقه ديالي كتجي مزونه بزاف، غير جربوها ما غاديش تندموا. وغادي نزينه مايونيز من الفوق، يعني كتسمى تزيين اختياري، يعني كل واحد كيفاش كيعجبو يقدم السلطه ديالو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم عجبكم واستفدتوا منه، وما كرهتش تبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم، هيدا باش تعم الفائده وتعاونوني وتدعموني باش هيدا نستمر ونقدم المزيد. شكرا لكم على المشاهده، وانتظروني في وصفات جديده. دمتم سالمين والى اللقاء.